عليهم، صعدوهم للمنصه واعصابهم ودمهم نشف ويصيحون راح نموت راح ننعدم راح. منو منكم حرك ضميره وراح شاف؟ منو يتحمل هذا الواقع؟ تحاكيني بالصبر. تأسى بيوسف عليه السلام. يوسف معصوم، هذه ما معصوم. يوسف ما عنده 40 برلماني، يوسف ما عنده حكومه شيعيه. موسى بن جعفر سلام الله عليه ما عنده حكومه شيعيه، حكومه نواصب، ما عنده 40 برلماني. خلينا نكون واقعيين. الحكي بالعرفان والحكي بالزهد هذا صار تسويف، صار مثل ما يقولون هذا ماركس اللعين يقول افيون الشعوب. محمد الصدر قال اذا كان هذا الدين بهذه الطريقه فعلا افيون للشعوب. احنا الدين بركه وحركه مو افيون. عمي مو بس انتم متدينين ولا المكتب الخاص ولا كل من حطلع امامه صار متدين واحد. الحمد لله شهايد ودرسنا دورات وفقه وتعلمنا. ما معقوله مساله موجوده بالمنهج او غيرها انا ما اعرفها وانت جاي تفهمني بيها. كل ما حاكيك اصبر، تمحيص، مو صبر. اتاسى بيوسف يا علي وعلى راسي. انا متاسي، انا صابر. دكتور 7 سنين. اسمح لي. ثلاثة ماتوا وناس زارهم. جايك اسمع اسمع. شو هذا الشيء اللي خونا ما عندنا شيء. وقع بالمستشفى رد لك كسرت ما ادري شنو. وبدي يجي من المكتب الخاص حيدر الجابري يمه بالمستشفى. هنا انا واثق الله يرحمه واثق سرطان معتى اخابر بويره راح يموت انتشر بجسمه. على اخر لحظات عود يطلعوا يوم ويرجعوا يموت يمنه. ليش؟ شنو على حشرات خلفتين؟ من تقول محمود نفس الشيء وغيره شيخ خير الله منو غيره في ديواني؟ شنو واقع شنو نوع احترامنا؟ من تقول السيد القائد يوصل لكم احنا احترامنا وين؟ من نقول لكم منزله هسه نخلي الكفه فاتحه ذاك يوم بالعلاوي شيخ محمود الجياشي وغيره جايين زين مريض هنا المفاصل مالته كلته يريد يموت همينات وغيره وشهداء عندنا وغيره بكذب ما كلف نفسهم واحد يمر على المعتقلين. هاي وحده. انا احكي هسه حكيت الحكي العام اضرب لك مثل على نفسي خاف البعض يستحي. انا صار 7 سنين دنقه حيطان السجن بكيته خاف عبالك مو رياء ولا سمعه ولا شبهه بس كافي السكوت. الناس كلها تشيل. دكتور سهيل واكو معتقلين من ضمنهم ابو علي وياكم يشتغل بمكتب سيد عواد. دكتور سهيل صلاته، دكتور سهيل صومه، دكتور سهيل ما يقوم عن السجاده. شنو الدنقه؟ هدني الوقت هنا صار لي 6 اشهر نسوان 2 يطلبوا الطلاق مني. نسوان 2 اطفالي تاهت. فاليوم ما حد دق باب الاخابر محمد العبودي يابا ولكم المكتب ولكم اللي حقوا لاطفالنا دخلوهم دوره يمكم اخذوهم قوه خلوهم يصلوا صلاه الجمعه ماكو. عم احنا صرنا تحولنا من ناطقين الى صامتين. خل احكي لك التيار مالتنا انحرف عن مسار محمد الصدر والسبب الحواشي والسياسيين. زين احنا بالنسبه لنا مثل ما قال شيخ رعد هذا كلامنا واضح. الكل انذلت اكثر من 30 واحد خاف عبالك بس ثاني او 40 واحد نسوانهم طلقتهم ولدهم تفيع برا علاليك. مطلق علي هنا نسوان. زين ولدهم تفيع علاليك. مطلق علي هذا تعويض ما اريد. ليش؟ راتب ما اريد. تحاكيني تقول لي اسمح لي شيخ رعد تحاكيني تقول لي هنا بس اسمح لي ابوي اسمح لي عندي جاي اكمل. تحاكيني تقول لي اثبتك هنا بهذا المكان. تحاكيني تقول لي نقله اذا انت قادر ان تثبتني او توجد لي مكان في بغداد هذا ضميرك وغصبا ما عليك. انما المؤمنون اخوه. شوف محمد الصدر شو يقول؟ ماكو ايمان بدون اخوه في الله. زين يعني انتم كلكم ما عندكم ايمان لو طبق هاي القاعده. انما المؤمنون اخوه غصبا ما عليك وشنو جبرا من الله سبحانه وتعالى. قبل ما احكي وقبل ما اخابرك راح ينقلوني المفروض انت تدري بيه. المفروض انت تثبتني بهذا المكان. المفروض مو تجي تساومني اثبتكم بهذا المكان لو تنازلون عن شو اسمه المنشورات. احنا بالنسبه لنا سيدنا بالنسبه لنا الاعتصام ماشي وما نتركه لان اصحاب تجربه سبق وانا اعتصمنا بالحله ويدرك سيد عواد عوادي وهزينا الكون بيها. تالي هم شوفوها وخلصنا. زين وراها كل شيء ما صار. الاعتصام باقي وما ناكل ونموت. زين لان خسرنا كله. يعني انا بالنسبه لي طبيب اخصائي جراحه وعظام كسور خسرت مستقبلي على اليمن. تقول لي لله نعم الله حيله ترعاني ومحسوبه يم الله سبحانه وتعالى بس حاكيني قل لي المحصوم ما كان ينام ويا مرته ما كان ينام ويا جهاله لو تركها كلها لله. يا اخي كافي لا كافيه للدين كافيه للتسويف. زين احكي مشتاق بس واحد يحكي مشتاق بس
انت كل يوم ماتت هاي قبل كم يوم ما تمكن صار 9 سنوات ابوك كل يوم جابهم ابوك جزاكم الله عليك. تقولون من ساعة السيد حاكم الله يحفظه والاخوان يقول احنا ما مقصرين وين المعتقلين. اريد اعرف شنو القصور. القصور برخصتك، القصور هبلونا احنا الزواج مع احترامات اخواني انتم المعتقلين اتكلم عنكم. اشتغلوا بينا وذبونا وتسعة اشهر ما حد يدري بعوائلنا تبيع علاليق والمدرسة اجتنا وجانا العيد قطعوا رواتبنا جزاهم الله الف خير. هاي وحدة. ما حد يزورنا من المعتقلين وكل سام يتهمنا واحد يطلع لنا على الفيسبوك منشقين ومرتدين وما عندكم طاعة على السيد ووفد يروح الدقدوق واحد يسمونه دقدوق حزب الله. احنا ذا الخابرة كفار ومنشقين نطلع يروح لوفد باسم سيد مقتدى هم يقولون سيد عون النبي سيد جليل النوري حيدر الجابري يروحون يزورونه وبالكذب والله صار لنا 8 سنوات انا اتحدث عن نفسي 8 سنوات ما شفت هاي الوجوه. نفس الشيء هاي الوجوه ما اجتنا. تروح الدقدوق وتزور دقدوق وتطالب بالنمر وما طالب بينا. لا واحد وقف ويانا. صلاح العبيدي اتذكر ب 2006 يم ساعة ثورة العشرين انا من اهل الديوانية قريب على النجف. رقعة راشدي يم جامعة البغدادي انقلبت قامت الدنيا ولو تقم. ليش يابا؟ صلاح العبيدي رمز من رموز التيار يسقط القانون اتجاهه ويسقط الحلال والحرام ويسقط كل امر. صلاح العبيدي لازم ما يعتقل كفر حرام. زين احنا ليش؟ طلعونه؟ تقول عفوا طلعونه كسر السجون. قل لي سيد مقتدى قل له معتقلينك يقولون اكسر السجون. اطي شهداء على مود معتقلينك ليش ما تطي؟ حزب الله انطوا على مود معتقلين اطوا 200 مدري 300 انطوا بمكاننا استشهدوا. ضحينا على مودكم ضحوا. انا اليوم اريد اشوف الربع يضحون على مودي لو ما يضحون. انا تستفهن ضحيت بعمري كله وعائلتي واخوتي كلهم يدرون اجوني مواجهه 5 من عائلتي ماتوا بالمواجهه وهسه بيا 3 جلطات. نزلت ذاك اليوم للفاتحه انشليت ما اقدر اشتغل. بيتي بعته قبل 6 ايام يدرون اهل الديوانيه وقاعد كل شيء ما عندي وجاي اسولف الله الوطن القائد بالروح بالدم نفديك يا صدام. ماكو جاي شعارات احنا نريد نطلع. قل له السيد مقتدى قلوا له ربعك يقولون طلعنا انط شهداء ضحي تنازل عن بغداد تنازل عن الوزراء طلعنا بعد ما نقدر. يعني معقوله نروح تلقونا باكر عقب نعبد هبل. اسمع يا شيخ اسمع كمل الشيخ احمد اسمحوا لي عندنا شيء نحكي. كمل زهراء متنا جزاكم الله الف خير. حسوا بينا حسوا بعوائلنا والله تدمرنا والله تدمرنا. انا اذا اتكلم عن نفسي يجوز اتكلم عن اخواني كلهم زائدا اللي فقدتهم. عندي زوجتي هسه فوق البنات واخوي ونسيبي وابن اختي. بنتي الثالثه معوقه زوجتي انقلعت عينها وايديها مكسره اثنيناتها والفقره الرابعه وضلعها مكسور مشلوله. ما عندي واحد بالبيت. بيت اخوي فارغ مات. بيت اختي زوجها مات. ابوي اعمى وامي مشلوله. انا واحد بالبيت مرتي مقرمه. وين اروح انا؟ وين اروح انا؟ اريد افتهم وين اروح انا؟ على مود شنو يعني؟ انا ضحيت على مود شنو؟ قل لي على مود من ضحيت انا. شنو هذا الفرق يا كتلة الأحرار؟ شنو هذا الفرق يا كتلة الأحرار بين المعتقل وبين السياسي البار؟ على جواد الشهيلي توافي يد وفوت وواثق من وقع ما حد يجاه خطار. ما ردناه يطلع ردنا بس يطيب. ردنا امه تشوفه شمعه يضوي الدار. ردناكم تجون وخابرين هواي وحتى الفيسي جد من نشر نصار. باكر محكمه والقاضي رب الكون. باكر محكمه والقاضي رب الكون وام المشتكي والشاهد الاحرار. امهاتها تريدنا ما نريد عمه طلعونا من الدين بس طلعونا من السجن. امهاتها تريدنا وحق على راح يموت في السجن 8 سنوات عمه قام من الاحتلال. انتفاضه الناس كلها اولى وثانيه. انت من الجيش انت وسيد حاكم وسيد عوام طلعونا شوفونا جار كل شماري بس انا زين وابوي بعد وانا بالمعتقل ماكو احد لنا بس الله عم نمسي عليكم. العباس طلعونا والله تعبنا. هاي وقفت ما عندنا والله ما شيخ احمد هذا غيظ من الفيض احنا ما اجينا. هذا شيخ احمد وسام اسكت. شيخ احمد في قبال ذلك باكر تسمع عني باكر
وما يسمعوني. قلت لك البس شيله مره وانا ابن جيش الامام، وابن محمد صدر من زمن محمد صدر. ها وطالب حوزه قديمه وكلنا هنا موجودين ماكو. البس شيله باكر، اذا سمعت واحد ما تفاول واحد ثاني، واذا سمعت واحد انتحر فراح ينتهي. وليش؟ إيه كافي كذب، كافي تسويق، عيب. هاي طريقه المحترمات اللي صار لك شهر من استلمت. بس لكن سيد حاكم وسيد عواد هم مواقفين على ذلك. عيب انا ما اريد كلام بهاء ولا صلاح ولا فلان ولا علان ولا وماسكر المصادر. سيد حاكم باوع، انا محكوم 80 سنه وحيد لامي. هلا حاجيك بس خاوان استشهد واحد عندي بجرف الصخر. زين؟ بيناتنا العباس ابو فاضل، بيناتنا العباس الباعث صاعد المحكمه على اعدام، انا صاعد اعدام. زين؟ يصيحون المحكمه هنا استشهد واحد بجرف الصخر. زين؟ اخلي البرلمان بيوتها تحترق. اذا صاحوني المحكمه وليد اقطعه وموت هنا. زين؟ وعار عليكم عار عليكم. يلا اسكت. انا شيخ احمد انا اليوم اخابر احد البرلمانيين البارحه ومسجل. قلت لك انت باشا تطالبني وطب عين تقول لي انت مسجل. شو يقول لي؟ يقول لي والله بالله عليك انا تقول لي انا ساويني ويسني وتكفيري؟ لا الله ولا امير ولا انا ساويني، انا مقاومه، انا جاي ادافع عن العراق، جاي اثبت حكومه، انا بيضه القبان، انا المالكي سويته داس فوق راسي، انا المالكي مره ثانيه سويته فوق راسي، وانا اليوم اسوي حد العبادي، وانا اليوم يساويني والله السنه قد في السنه. ليش؟ اروح حيدر عبادي اقول له غصبا عليك جاي ادافع عن كرسيه، اعطي شهداء، اعطي جرحى. وشيخنا والجماعه موجودين، الله يشهد شهاده، يعني كل عملنا سبق بس النهايه بيكم. اي والله هاي خير بس تليفون الجماعه صور الجماعه هم بس لازم مو هسه واحد محمد سيد حاكم انتبهوا ولو محمد بيخالف. سيد حاكم هذا اخوك بس خليك سيد حاكم انغلط بالباب الله شاهد. يلا شيخ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على حسن مولاي، على حسن اخويا. خالص الشهر من شهر صحيح. كان تليفون سيد حيدر جابري اول اجتماع السياسي قلت لهم اريد ملف اول اجتماع. انا ما جاي هنا متفضل عليكم. انا اكمل اللي عندي. ما جاي اقول لك تعال شنو مشاكلكم لا سووا لنا عرقوا السجن. انا ابو السجن ابو حتى الله يوفقك. ما جاي على هذا، جاي انا بدي اشوفكم رغم ضغوطات العمل. انا نام بالسياسه ما بالسياسه نجتمع كل يوم اجتماعات وقاعات يستعد كلام هذا خليه يوصل للكل. يستعد اخسر الوزراء ما جاء فاضع بعد اول بعد حاول عمار حكيم بعد الخطاب ما جاي لكم كل شهرين او شنو وضعكم هنا. جاء انا جاي ازوركم والملف يمي عندي 630 واحد ورافع اسماءكم بالدعاوي وهذا شكلت كل شيء.
ومتابع اللجنه ما جاء اقول لكم يا بلا تسووا شيء كذا، هذا واجبي ما متفضل عليكم ولا واحد، لا وزير ولا برلماني ولا مكتب خاص ما اعرف شنو، ما حد متفضل عليكم، انتم متفضلين عليكم، لو ما انتم ما احنا وصلنا. واخوان رزان بعد ولكن خلوني لا مواجهه ولا احنا نفس المركب هسه الاخوان السابقين شنو سووا شنو كذا شنو ضربوا شنو انا لا راح ماكو واحد من المفتحين خابرني ما رد واحد من المفتحين خابرني ما رد تليفوني معروف واي واحد يتصل على الوسيله ما ارد عليه بس الملف جاي يشتغل بي وجاي يشتغل باسلوب خاف عندهم حجه هذا سوينا العفو يطلعون السنه يطلعون كذا هاي هسه خليت قضيه معينه بس انا ما اتصل عليها الاخوان قاعد يوم الصبح حاسبوهم. ابو فراس ما نريد يبقى ويانا ما وفقك شيخ ابو فراس قدامه ابو ناس يخاف مني انا ما اخاف منه والله يهدد لابو فراس والله العظيم بعد ابو فراس يهدد بيله هدفي انا فراس ما انا لازم خليت هاي اللجنه شيخنا مطلب الجميع ما نريد هذا شيخنا الله يوفقك نقسم عليك بشيخة محمد الصدر ابو فراس ما نريده ابو فراس ما نريده اقسم عليك بشيخة السيد شيخنا مرسل تقول اذا ابو فراس مو ما نطلع ولا نموت حتى عوامنا تنهي. شيخنا برحسك ابو فراس انا واحد ناس خابرني يهددني جرحي يقول اشيلك من الملف اذا تخابر الله شاهدهم لا خابرني انت جبين لا ابو فراس ولا كل واحد ولا برلماني انت جبين شيخ احمد ولاي ترى يتعاتب شيخ ترى يتعاتب باكر الله يخليك. ونفسي قاعد قبل الانتخابات اول ملف استلمته جاي على هذا جاي زياره تصميم السجن هذا انت ادري ياخذوا هذا الحق شيخنا انت بزمن الاحتلال طلعت ناس من السجن عرفت شلون؟ انت تتفاوض عليهم، هسه انت تقدر تطلع المعتقلين بحكومه عراقيه، حكومه عراقيه ان شاء الله هذا الملف يعني الملف التقارير الطبيه وشوف رخصتكم انت شوف التقارير الطبيه وشوف التفسير عليك بروح محمد الصدر عندي شهداء 2 و17 طلقه بجسمي من الامريكان خل مسح حاجي هسه كلها ضاجت مني خل مسح 17 طلقه من الامريكان حاكم الزاويه ترضاها اخوتي الشهداء 2 جيش الامام مو الشهداء واني ماخذ نسوان 2 والدعوه اللي حكمت عليها 60 سنه مو لي مكتب المعارف صح لو لا؟ مو لي انا مكتب الشهداء كلها بالملف ترضاها انت ترضاها سيد مقتدى انا بالملف انا ب 2011 خلنا خدمه هسه انت قاعد تحكي على الملف انا بالملف الحكم 60 سنه الخاطر محمد الصدر وشلت الدعوه والكتل برا والمكتب بس انا خلنا خدمه تضربني بشحاتك الاني بالملف بعد وعندي بيت من النجف من سماحة السيد بحي رحمه الطانقة وبناء على حسابه واستلم راتب ما جرحه هسه وبعد استلم راتب ما جرحه